سألوني كتير اتمرن قبل الفطار ولا بعد الفطار. قررت ان انا اعمل لكم فيديو واتكلم عن التمرين قبل الفطار ولا بعد الفطار. ثواني بس، ثواني نبتدي بقى. طيب هسأل نفسي اول حاجة 3 اسئلة. اول حاجة انا بتمرن ليه؟ هل ان انا عايزة اخسر وزن ولا عايزة ازود وزن ولا عايز اثبت وزن؟ تاني سؤال، هل انا اصلا جربت قبل كده ان انا اتمرن على معدة فاضية؟ تالت سؤال، هل انا بعاني من اي مرض مزمن زي سكر، ضغط، قلب لا قدر الله؟ طيب لو انا عايزه اخس وجربت اتمرنت قبل كده على معده فاضيه الصبح وضغط، يبقى لا، بعيد، ما ينفعش خالص ان انا اتمرن قبل الفطور. لو انا عندي اي مرض مزمن سواء كان ضغط او سكر او قلب او عملت اي عمليات قبل كده ودي مأثره عليا، يبقى برضو بلاش ان انا اتمرن قبل الفطار. اما بقى لو انا عايزه اخس وفي نفس الوقت انا جربت قبل كده ان انا اتمرن الصبح بدري ومثلا على معده فاضيه اول ما صحيت، كارديو بقى، كور او جريت شويه على البحر وما تعبتش، يبقى تمام ممكن نتمرن قبل الفطار. الفكره بقى لو انا جربت قبل كده اتمرن على معده فاضيه، كنت نايم مثلا 7-8 ساعات وبعدين اتمرنت، صحيت اول ما صحيت اتمرنت مثلا كارديو او جريت على البحر، جسمنا ما فيهوش انرجي، فبيعمل ايه؟ بياخد من الفات الموجوده في جسمك وبيحولها يولد بيها طاقه علشان تقدر تتحرك او تعمل الكارديو اللي انت بتعمله. فقشطه نقدر ندوس تمرين قبل الفطار. بس الفكره ان انا مش بتمرن قبل الفطار من الصبح مثلا او في الظهر، لا 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 خالص. انا بتمرن قبل الفطار مثلا بساعه. وكمان شدة التمرين ما ينفعش انها تكون عالية قوي زي يومك الطبيعي، لا، المفروض انها تكون شدة قليلة او متوسطة بحيث نراعي ان انت صايم. طيب اللي بعده كمان ان انا اكون مدة تمريني ما تزيدش ابدا عن نص ساعة او ساعة الا ربع. يعني ما ينفعش ان انا افحت نفسي في التمرين وانا صايم، اكيد لا. يعني سيب بقى الفحت ده بعدين بعد الفطور. اما برضو لو انا عايزة اخس ومش قادر بقى اتمرن خالص وخلاص بقى مفيص خالص قبل الفطار، يبقى اتمرن بعد الفطار. بس الفكره ان انا ما اتمرنش وانا مالي معدتي اكل، لازم استنى شويه، حوالي ساعتين مثلا، ساعه ونص، ساعتين، وتكون كمان الوجبه بتاعتي وجبه خفيفه، ما ترسهاش على الفطار وابقى رايح التمرين مش قادر اتمرن. لا، يبقى وجبه خفيفه واستنى ساعه ونص، ساعتين، مع كده اخد تمرينتي برضو عادي جدا. انا هنزل لكم برضو انظمه او ازاي ان انا اظبط نظامي واظبط سعراتي في رمضان بحيث ان الدنيا ما تفتحش مننا وتعك خالص. ده هيساعدكم كتير برضو. طيب نيجي بقى للي عايز يزيد وزنه او يثبت. طبعا الناس اللي عايزه تزود وزنها دي طبعا انا برجح لها انها تكون بعد الفطار. طيب ليه بقى؟ طبعا اي حد عايز يزود وزنه ما ينفعش ان هو يروح يتمرن ومش واكل. الفكره ان هو لازم على الاقل يبقى واخد سناك، السناك او حاجه فيها طاقه، حاجه تديله باور. معظم اللي بيزيد وزنه بيشيل اوزان عاليه، فلازم طبعا يبقى عنده طاقه كبيره. طبعا هيشرب ميه كتير اثناء التمرين، دي حاجه. طيب بالنسبه بقى للسعرات، ما ينفعش ان انا ازود وزني وسعراتي تبقى قليله عن قبل رمضان، ما ينفعش خالص. لازم تبقى سعراتي على الاقل تبقى هي. بالنسبه للناس اللي هي عايزه تزود وزنها، طبعا الوقت قصير جدا ان هو من بعد الفطار لحد السحور ان انت تكمل كل السعرات بتاعتك. يعني مثلا حد عايز يزود وزنه فممكن ياخد سعرات 3000 مثلا سعر، فاكيد مش هيقدر يكمل كل السعرات دي من بعد الفطار لقبل السحور زي اليوم الطبيعي، لانه بيبقى مثلا 7 وجبات او 8 وجبات، فالفتره قصيره. فممكن ان هو ياخد حاجه تانية، مشروبات تبقى فيها سعرات عاليه يقدر يكمل بيها سعراته. الفكره ان المشروبات هتبقى فيها طاقه وهتبقى كمان سريعه الامتصاص، وكمان هتبقى سريعه الهضم. مش هتحس ان انت تعبان، مش هتحس ان انت مش قادر تتحرك، لان بيبقى الاكل الكتير من بعد الفطار تحس ان انت موخم شويه مش قادر تتحرك. لكن الفكره في المشروبات انها هتتهضم اسرع وهتمتص اسرع كمان، فهتقدر
تمارس يومك يعني طبيعي. طبعا انا ما حبيتش ان رمضان يعدي علينا كده من غير ان انا اعمل لكم اكسرسايز كده هتنفع كتير لناس من البيت مش تقدر تنزل، عندها عزومات كل يوم ايا كان. فهعمل لكم مثلا كل فيديو شويه كده من اكتيفيتي ممكن تعمليها في البيت. النهارده هنبتدي اول حاجه عن الكرش. اول تمرين معانا تمرين الكرانشي اهو. هشغل اول عضلتين في بطني. تاني تمرين معانا سيت ابس كده، هقوم للاخر برضو 12 واكررهم 4 مرات. بعدين هرفع رجلي لفوق. لو انا مش قادره ارفع رجلي فانا ممكن اثبتها في اول مثلا اسبوع او اول اسبوعين، اثبت رجلي على حيطه او على كرسي. التمرين الرابع هتني رجلي تبقى متنيه برضو، هقوم انا هبقى مثبته ايدي، هبقى ساندة على كوعي وهحرك رجلي كده بايك. اهم حاجه ان رجلي اللي تحت تبقى مفروده. واخر تمرين هيبقى الفلاتر كده، هحرك رجلي مفروده، ركبتي مفروده. هجيب بند استك كده مقاومه وهحطه في أكرة باب. طيب في الاول انا بمسك البند من مكان قريب للربطه بتاعتي بحيث تبقى مقاومته عاليه، واقعد بيها كده فتره يعني مثلا اسبوع اسبوعين، وكل مره اقلل شويه مسكتي للبند، يعني امسكه من مكان ابعد شويه، اقرب ليا مش ابعد، يعني بيبقى اقرب ليا اكتر.